السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم شوربة الخضار القمر ديت. طبعا انا هعملها عشان ماما تعبانة النهاردة ومعدتها وجعاها، فقلت ان انا اعمل لها شوربة خضار عشان معدتها وجعاها شوية. ادعوا لها كتير يا جماعة في الكومنتات ان هي تقوم بألف سلامة، وربنا يا رب يشفيها هي وكل مريض. وان شاء الله الفيديو بتاعي النهاردة يعجبكم. وقبل ما بنبتدي بقى الفيديو بتاعنا يا اخواتي، يا ريت تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير عشان بفرح بكده قوي. واول حاجه معايا هنا، معايا نص كيلو من الكوسه. طبعا الكوسه بتاعتي صغيره مش كبيره، اهم حاجه ان هي تكون صغيره عشان تكون طريه ومسكره معايا. وبعدين ببتدي ان انا اجيب كده المقوره وابتدي ان انا اجرد الكوسه بتاعتي عشان تدي شكل حلو وهي في شوربه الخضار. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بجرد الكوسه اهو يا حبايبي. ابتدي بقى ان انا اعمل الكمية بتاعتي كده، ان انا اجردها كلها كده بالمقورة، بيدي شكل حلو يعني للكوسة، احسن ما تكون كده. صلوا على النبي يا اخواتي كتير واذكروا الله، لا اله الا الله، واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا الكوسة بتاعتي هي بعد ما جردتها وغسلتها كويس قوي، اهم حاجة ان انا اغسلها عشان ما يبقاش فيها رمل ولا اي كلام من ده. وابتدي ان انا اقطعها، اهم حاجه التقطيع كله يبقى قد بعضه عشان السوا اللي هو سواها تكون مظبوط برضو، ما تكونش اللي هو مهريه ومش مستويه. اهم حاجه السوا كده كل اقطعها كده كلها تكون قد بعضها. بقطعها اهوت معاكم يا حبايبي. طبعا قطعت الكوسه بتاعتي اهوت. تاني حاجه معايا كده واحده من البطاطس، بس جبت واحده كبيره تقريبا وزنها ربع كيلو. اهم حاجه تكون واحده كبيره، وبقشرها كده. ما تنسوش بقى يا جماعة تدعوا كتير لماما في الكومنتات ان ربنا يقومها يا رب بألف سلامة، ويا رب يشفيها هي وكل مريض. ولو حابين ان انا اعمل فيديوهات تانية اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا عنيا ليكم، هعمل برضو كل اللي حضراتكم عايزينه وكده يعني. انا بقشر دلوقتي البطاطس اهوت كده. بعد ما قشرت البطاطس بتاعتي وغسلتها كويس هبتدي ان انا اقطعها طرنشات كده، بس تكون محملة ما تكونش رفيعة عشان ما تتهريش معايا في شوربة الخضار. وهبتدي ان انا اقطعها كده صوابع، بس صوابع برضو محملة مش رفيعة اهو يا اخواتي زي ما انتوا شايفين كده. عشان لو قطعتها رفيعة هتتهري معايا في شوربة الخضار خالص، وخصوصا ان البطاطس ما بتاخدش سوا. وابتدي كده اجيب الصوابع دي واقطعها كده مكعبات كده يا اخواتي. زي ما انتوا شايفين عملت البطاطس والكوسة، ومعايا هنا البسلة الحاجة التالتة. البسلة دي طبعا ماما كانت مفرزاها في الفريزر، ربنا يا رب يشفيها ويقومها بألف سلامة. طبعا في مكون رابع معانا اللي هو الجزر، بس هو ما كانش متوفر معايا في الوقت ده، بس مش مشكلة مش هنوقف نفسنا، بس هو اساسي يعني. المفروض الجزر حاجة اساسية بس ما كانتش موجودة، فمش مشكلة عملنا برضو شوربة خضار عسل. ومعايا كده حلة حطيت فيها معلقتين من زيت الذرة، عشان زيت الذرة خفيف، مش اللي هو عشان طبعا معدة ماما وجعاها فانا قلت زيت الذرة. طبعا نزلت اول حاجة بالبسلة بتاعتي، طبعا التلج اللي فيها ده لان انا كنت لسه مطلعاها من الفريزر، بس ما حبيتش ان انا اغسلها علشان ما تتهريش ولا اي حاجة من دي. ونزلت على طول بالبسلة كده على معلقتين الزيت الذرة اللي انا كنت حطاهم في الحلة.
وهبتدي بقى ان انا اقعد اشوح في البسلة بتاعتي. ومعايا كده معلقة صغيرة من الفلفل، نزلت بيها على البسلة. هبتدي بقى ان انا اقعد اشوح في البسلة كده كويس. طبعا المية اللي نازلة ديت التلج اللي كان فيها، لان هي كانت لسه طالعة من الفريزر، بس ما ينفعش ان هي كانت تتغسل عشان ما تتهرش مني. فهبتدي افضل اشوح فيها كده لغاية اما تشرب المية بتاعتها برضو. قعدت اشوح فيها برضو شوية، كانت شربت المية بتاعتها بس مش كلها، شربت المية شوية كده برضه اهوت. طبعا الجزر بقى لو كان موجود بنحط الجزر والبسلة مع بعض، لان الجزر والبسلة هما اكتر حاجة بياخدوا سوا. يعني لو كان معايا جزر كان الجزر والبسلة الاتنين في نفس الوقت هيتحطوا، بس انا طبعا ما كانش متوفر الجزر معايا فنزلت بالبسلة. بس هو الجزر حاجة اساسية في شوربة الخضار، بس ما كانش متوفر معايا. تاني حاجة كده معايا الكوسة بتاعتي اللي انا غسلاها ومقطعاها. هنزل على البسلة برضو كده وافضل اشوح فيها. يا ريت تشجعوني يا جماعة كده في الكومنتات، وتكتبوا لي كومنتات حلوة كتير عشان افرح بيها، وتدعوا لماما كتير. ولو عجبكم الفيديو بتاعي اعملوا له لايك يا جماعة. انا كده برضو هفضل اشوح في الكوسة والبسلة. معايا كده معلقة صغيرة من الملح هنزل بيها كده، نزلت بمعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة من الفلفل، وافضل اشوح في الكوسة والبسلة. طبعا اول حاجة زي ما قلت لحضراتكم البسلة، وبعد كده الجزر لو موجود، لان البسلة والجزر الاتنين بياخدوا سوا اكتر من باقي الخضار، بس ما كانش متوفر فمش مشكلة. نزلت بالبسلة وبعدين الكوسة لان بتاخد سوا اكتر من البطاطس. هفضل اشوح برضو فيها كده شوية زي ما حضراتكم شايفين. ومعايا كده واحدة من مرقة الدجاج هحطها برضو عليهم وافضل اشوح برضو شوية. قاعدة اشوح فيها اهوت يا جماعة. وبعدين هنزل بالبطاطس اللي انا غسلتها. البطاطس اخر حاجة خالص، لان البطاطس ما بتاخدش سوا عشان ما تتهريش مني. واشوح برضو كده شوية مع البسلة ومع الكوسة. صلوا على النبي يا اخواتي كتير، واذكروا الله، لا اله الا الله. بفضل اشوح فيها بقى كده كويس. ومعايا كده معلقة صغيرة من الكمون، هشوح برضو كويس. شوربة الخضار ما بتحبش التوابل الكتير، هو بس الملح والفلفل والكمون. ولو عندك شوربة ما تحطيش المرقة بناقصها خالص. لو ما عندكيش يحط واحدة مرقة زي ما انا حطيت كده. وهفضل اشوح فيها كويس. وهحط المية بتاعتي بقى. المية بتاعتي احط المية اللي هو يدوبك تكون مغطية الخضار بتاعي، يدوبك كده الخضار يكون متغطي، ولا تكون منقصاه ولا مزوداه. ولو عندك شوربة حطي هتكون افضل كتير، بس انا ما كانش عندي شوربة ساعتها. بقلبها بقى كده واظبط ملحها وكل حاجة، وبعدين اغطيها لغاية اما تغلي معايا. كده كانت غليت معايا، ده كان اول غليان ليها. طبعا شوربة الخضار ما بتاخدش سوا خالص لان الخضار كان فريش وما بياخدش سوا. كنت وطيت عليها وسبتها شوية، وبرضو كشفت عليها كده كانت بتغلي برضو قوي. هنشوف السوا بتاعها كده. الكوسة بتاعتي اهيت مستوية خالص، والبطاطس برضو، والبسلة برضو هي يا جماعة مستوية. اهم حاجة ننزل بالبطاطس اخر حاجة عشان ما بتاخدش سوا فما تتهريش معايا. وهو كده كده اصلا الخضار ما بياخدش سوا. وكده طبق شوربة الخضار يا جماعة جاهز معانا. يا ريت بقى لو الفيديو بتاعي عجبكم
ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب للقناة، وتشيروا الفيديو ده، وتكتبوا كومنتات كتير حلوة عشان انا بفرح بالكومنتات دي، وتدعوا لماما كتير في الكومنتات. الف سلامة ليها، وربنا يشفيها يا رب هي وكل مريض، وربنا يا رب يديمها نعمة في حياتنا. وشجعوني كده يا اخواتي، وانا ان شاء الله اعمل معاكم فيديوهات برضو كتير. ولو عايزيني ابقى مع ماما في المطبخ قوليلي برضو في الكومنتات. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ومع السلامة.